السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة جاية لنا كتير جدا جدا، من بينها ناس بتسأل السؤال المهم جدا: يا دكتور احنا نفسنا نشتري زي الناس ذهب، نعمل ايه عشان نشتري ذهب؟ وفي أسئلة تانية طبعا بتقول ايه موقف سوق العقارات دلوقتي، وهل العقارات هتنزل والعربيات أسعارها هتنزل ولا لأ، وإمتى احنا نستغنى عن الذهب، وإمتى نشتري الذهب، وإمتى نبدأ إن احنا نحوش للزمن. والله يا جماعه بمنتهى البساطه، طبعا في تجربه مهمه جدا جدا احنا شغالين عليها بقى لنا دلوقتي 5 سنين، يعني بسم الله ما شاء الله، وبتجربه ناجحه. دي تجربه الحصاله. يعني ست الكل بتوفر من الخضار بتاع اليوم 10 جنيه، من السوق بتاع اليوم 10 جنيه او 15 جنيه، 10 في 30 ب 300، بتجمع 10 حوالين منها، تعمل معاهم جمعيه، بقوا ال10 كده تاخد 3000 جنيه، بتبدا ان هي تحطهم مع التحويشات التانيه اللي موجوده، يعني حاجه جايه من هنا مع فلوس جايه من هنا مع نقطه من هنا مع ايه، بتبدا ان هي تجيب لها جرام ذهب او تحطها. لو انت موظف دايما، اي نعم انا ما بشجعش على حاجه زي كده، ولكن هقولها كده بشكل عام واقول ايه الصح بتاعها. ان لو انت موظف قدرت ان انت تستغنى عن 1000 جنيه شهريا بالاضافه الى دايره التحويش اللي بتتم دي حاجه كويسه. في ناس بتبدا ان هي تستقطع جزء من المرتب في دايره مثلا ان هي تستغنى عن شهر كامل، ان هي تبدا تامن مصاريف الشهر بتاعها، وبتبدا ان هي تشتري جرام واحد دهب. يعني ايه؟ كل شهرين او كل 3 شهور بتشتري جرام دهب، بتبدا ان هي تحطه. الكلام ده بالنسبه للناس اللي هي بتطمح لكن مش كل الناس زي بعضها، ومش كل البيوت زي بعضها، ومش كل الالتزامات زي بعضها، ومش كل الاولويات زي بعضها، ولكن انا بتكلم هنا على الناس اللي بتطمح ان هي تبدا ان هي تدخر. يبقى اذا دايره الادخار مهمه جدا جدا. لو انا قدرت، طبعا في ناس كتيره من الحصاله اللي دلوقتي دخلوا في 10 جرام ودخلوا في 12 جرام، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ده من قليل مستمر خير من كثير منقطع. النهارده 10 جنيه كل يوم، تبدا ان هي تحط لها 300 في الشهر، تجيب 10 افراد تدخل معاهم جمعيه، تبدا تحطهم تامن. ده بالنسبه للناس اللي بتطمح. ممكن الفلوس اللي بتجمعها تبدا ان هي تدخل بيها اي حاجه، مثلا تروح تطلع بيها تشتري بيها حاجات للمدارس، او حاجات للدروس الخصوصيه، او كل الكلام الجميل في دايره الادخار. اذا وجود الادخار هو عامل مساعد وعامل اساسي من احد العوامل الثانيه اللي بتؤهلك ان انت تجيب ذهب. طب هل في عوامل تانية غير الموضوع ده يا دكتور احمد؟ ايوه، عمل مشروعات. حضرتك المشروعات النهارده، اي مشروع حضرتك بتعمله، سواء كنت داخل فيه الشريك او بتشغيل المال، او ان انت بتدخل انت صاحب المشروع، او انت اللي بتدير المشروع، او مع مجموعه او مع شركه او مع شراكه، ايا كانت مكانه حضرتك، الارباح اللي بتعود على حضرتك في اخر الشهر بتبدا ان انت تشتري بيها ذهب، عشان انت حضرتك بتحفظ القيمه عشان تجمدها، عشان تبدا ان انت تستعد ليها في الفرص اللي جايه بعد كده. وده اللي بيرد معايا على السؤال الثاني: متى اشتري ذهب، او متى ابيع ذهب؟ اشتري ذهب عندما تكتمل اركان دايره شراء الذهب، ما يكون عندي في سيوله متوفره، غطيت الاولويات، غطيت المصاريف بتاعتي، غطيت الالتزامات بتاعتي، غطيت حضرتك المصاريف الاساسيه بتاعتي، الدروس الخصوصيه بتاعتي، الالتزامات، حطيت اللي هي الفلوس الاحتياطيه. لازم يكون في عندي احتياطي للبيت، عشان البيت في اي لحظه معرض لان في طوارئ ممكن تحصل، صحه، مرض، عمليات، ايا كان، ربنا يحفظ الناس كلها. ولكن انا بتكلم بشكل واقعي جدا جدا. ابدا ان انا اامن الكلام ده، وما هو فايض عن هذه الحاجه ابدا ان انا اشتري بيه ذهب. اما بالنسبه لدايره المشروعات يا جماعه، انت في دايره مهمه جدا. النهارده اما كنتش انت تولد الحته اللي انا قلت اعترضت عليها في الاول، انا مش عايز اقولها ان انت تستقطع جزء من الدخل وتبدا ان انت تشتري بيه، لا، انا الحته دي مش عجباني شويه. لكن الافضل ان انا يكون في عندي دخل بيتولد، عشان ابدا ان انا انمي الدخل بتاعي. يبقى في عندي، في ناس بتشتغل ورديتين مثلا، بتشتغل ورديه الصبح اللي هم اذا كان في مصلحه او في شركه او واخر النهار بيروح في شغلانه تانية، بيأمن البيت من شغلانته الصبح، واخر النهار بيدخرها. فدي حاجه مهمه، حاجه كويسه جدا. دي من احد الطرق، برضو من ضمن احد الطرق اللي انت بتبدا ان انت تدخر بيها الذهب، ان انت تدخل شراكه في مشروع. فبتبدا ان انت طبعا بعتذر يا جماعه، بنعتذر يا جماعه عن الانقطاع في البث. ولكن يا جماعه برجع بقول انت هتبقى ماشي في دايره ان انت بتنمي الموارد اللي داخله، عشان تبدا ان انت تعزز من قيمه الفلوس بتاعتك، وتبدا ان انت تلاقي مصدر
جديد لتوليد الادخار بتاعك. ما تعتمدش على الدخل بتاعك الثابت بس، ولكن انت بتنمي الموارد بتاعتك في دايره مستمره في من خلال مشروعات او غيره. بالنسبه لشراء العربيات، امتى اشتري عربيات يا دكتور احمد؟ يا جماعه سوق العربيات انا اتكلمت عنه على الصفحه الثانيه وهتحط الرابط بتاعه، ولكن يا جماعه خلي بالكم في الايام اللي جايه هتحصل عروض ومنافسه قويه جدا جدا وشرسه ما بين الشركات وبينهم وبين بعضها، خصوصا ان في اسبوع واحد نزلوا اكتر من 18 عربيه، ولسه في عربيات تانية هتنزل وفي وكلاء تانيين هينزلوا، في ملامح جايه كمان لسوق السيارات. فهنبص نلاقي ان الموضوع هيبدا ان هو واخد دايره انتشار مع المزايا المطروحه. بس ما تشتريش عربيه الا لما تتاكد من الاعتماديه بتاعتها ويكون في مزايا صيانه مستمره على مدار سنين عمر العربيه، بالاضافه الى الخدمات اللي هيقدمها الوكيل. كل هذا وذاك كل ده تبدا ان انت تمسك فيه، لان ده هو ده اللي هيبدا ان هو يحرك معاك درجه التفضيل اللي انت هتشتري بيها. ما تدخلش تروح تشتري الا لما تلاقي الدنيا دخلت في دايره المنافسه الكامله. يعني في التوقيت الحالي ما تشتريش عربيات الا لما تشوف دلوقتي دايره العربيات اللي هتنزل هتبقى شكلها عامل ازاي، لان في هتبقى مطحنه جايه في الايام اللي جايه. بالنسبه للعقارات اتكلمت عنها حضراتكم بشكل مفصل جدا في صفحه التحليلات، تحليلات الساعه فكر اقتصادي، ودي طبعا هنحط اللينك يا جماعه. العقارات طبعا مرهونه بخفض سعر الفايده، لان طبعا لما بيخفض سعر الفايده هنبص نلاقي ان سعر فايده العقارات ممكن هينزل معانا من في دايره ما بين 16.5 ل 18.5 19%، فبالتالي ده بيتخلى عنها المطورين العقاريين من دايره مفتوحه لدايره اقل من الدايره اللي كانت قبل كده، اللي كانت متسعر عنها العقار عنده دولار 71 دولار 60 دولار 65. النهارده بنتكلم في دولار اقل من ال 50، يعني بنتكلم في 48.5 من 10 48 دولار و5. فالموضوع ده هيبدا ان احنا من خلاله نبدا نشوف التسعير الجاي في خلال الشهر الجاي. بدايتنا من الشهر الجاي هنبص نلاقي ان الاسعار هتبدا ان هي تاخد مسار تاني، هنبدا نشوفه ما لم تتغير الاحداث والتطورات والمؤشرات اللي بتبدا ان هي تتحرك موجوده صعودا او هبوطا، وخصوصا المؤشرات والاحداث الترامبويه او القرارات الترامبويه اللي عمال ياخدها كل شويه دي بتاثر من الاتجاه العالمي للاتجاه المحلي. وتلاقوني دايما بتكلم في قراءة المشهد العالمي اكتر من المشهد المحلي، عشان خاطر المشكلة كلها يا جماعة ان كل ده مربوط بشبكة واحدة وكلهم عبارة عن شبكة واحدة. السؤال المعتاد من الاخ جاد، السلام عليكم، الدولار هينزل اكتر ولا هيرتفع؟ الدولار حضرتك دلوقتي مستقر عن مستوى ال50 جنيه، فطالما ان مفيش اي قلق موجود داخل محيط المنطقة خاصة داخل مصر، بالاضافة الى تدفق دولارات جديدة جاية من المصريين الخارج وقناة السويس ومصادر متنوعة من دخول الدولارات الرسمية للبلد، ومع زيادة الصادرات، كل ده بيعزز من فرصة الهبوط لدى الدولار، وهنبص نلاقيه بينزل شوية تدريجي إلى أن تستجد أحداث تؤدي إلى انتقاله صاعد في الفترة القادمة. ما لم تستجد الأحداث والله تعالى أعلى وأعلم وهو علام الغيوب. النهاية أنا طبعا كنت سعيد جدا جدا إن أنا معاكم، بعتذر جدا عن قطاع البث في الفترة. إن شاء الله بإذن الله ربنا يا رب يسترها إن شاء الله بإذن الله، ونبدأ إن إحنا نكون معاكم لحظة بلحظة. تحياتي لحضراتكم، اشوفكم على خير في بث تاني ان شاء الله باذن الله على صفحه الصفحه الدكتور احمد حنفي، او على تحليل او على صفحه تحليلات الساعه، او على قناه فكر اقتصادي. دمتم في رعايه الله.